أثناء انتظار استدعاء وليد الركراكي لكأس العالم 2022، يشعر أمين حاريت بالإطمئنان على مستقبله مع أولمبيك مارسيليا، الذي كان يأمل في مواصلة المغامرة معه. أمين حاريت هو الآن رسميا ولاعبا كامل الأهلية في أولمبيك مارسيليا. من خلال مشاركته في مباراة أولمبيك ليوم الأخيرة، استوفى لاعب الوسط المهاجم المغربي بندا في عقده يسمح له بالبقاء بشكل دائم في نادي مارسيليا. في الواقع، ينص هذا البند في عقد إعارته من شالك إلى أولمبيك مارسيليا على أن حاريت يجب أن يلعب 15 مباراة حتى يصبح انتقاله نهائيا. لقد تم ذلك منذ أن وصل اللاعب المغربي الدولي إلى هذه النسبة: 9 مباريات في الدوري و6 في دوري أبطال أوروبا. وأكد ناديه هذه المعلومات لوسائل الإعلام. أمين حاريت، الذي أعرب مرارا وتكرارا عن رغبته في البقاء لأطول فترة ممكنة في مارسيليا، يشعر بالإطمئنان بشأن مستقبله في النادي. يجب أن يكون اللاعب أيضا جزءا من أسطول أسود الأطلس الذي استدعاه المدرب الوطني وليد الركراكي للمرحلة النهائية من مونديال 2022.